السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي. تعال نتكلم شوية الكورة. تعال نتكلم امبارح على ماتش الاهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز. الاهلي وسيراميكا امبارح، بصراحة الاهلي امبارح لعب شوط اول او نص ساعة اولانية يا جماعة، بجد هو ده اللي نفسنا نشوف الاهلي عليه على طول. ضغط عالي، اللعيبة عندها روح، اللعيبة عايزة تجيب جون، عايزة تجيب جون في اول دقيقة من اول ماتش ما بدأ، وكله ضغط عالي. بتشوف تحركات تريزيجيه، زيزو، بن شرقي. امبارح الروح كانت مختلفة في أول نص ساعة بالتحديد. كان تحس إن اللعيبة واخدة دفعة عالية جدا. وبعد إحراز الهدف وبعد ما اللعيبة بدأت يعني الريتم يهدى شوية، برضك عندنا مشكلة في الدفاع. يعني الكرة الوحيدة في الشوط الأول اللي سيراميكا راحت بيها هي الكرة الوحيدة اللي كان فيها سرحان، وسيراميكا قدر يخطفك بكرة واحدة من بين المدافعين. يعني اللعيب اوتاكا قدر يسرق ياسر ابراهيم ومحمد هاني ومرعي. في الكرة دي مرعي كان فاتح قوي الملعب. ياسر ابراهيم ما كانش ضامن مع اوتاكا قوي، قدر يسرقهم هما الاثنين بين اوتاكا بين ياسر ابراهيم ومحمد هاني. بس في العموم الدفاع فيه تحسن بعض ما، بس مش قوي، لسه عندك مشاكل دفاعية. كأهلي لسه عندك مشاكل دفاعية. والجون برضك عشان نبقى حقانيين، يعني الجون لا يسأل عنه الشناوي. الجون ملوش دعوة خالص، الشناوي لا يسأل عنه خالص تماما يعني. بس بشكل عام لعبنا ماتش كويس، الاداء افضل. وبرضك المصري يا جماعه، يعني الماتش المصري انا طلعت واتكلمت وقلت ان اللعيبه عملت اللي عليها، اللعيبه راحت، بس انت ما عندكش فرودي خالص. وهنرجع نقول تاني الكلام ده، ان احنا ما عندناش فرود يخلص. انت بتروح على الجون كتير، بس ما عندكش الفرود اللي كان زي اسامه ابو علي اللي من لمسه يخلص لك الماتش. انت عاوز فرود يعني نتيج الضغط العالي ده ونتيجة هجماتك العالية. انت جاي لك بتاع ست سبع كورنر في اول 10 دقايق ولا اول ربع ساعة مع سيراميكا امبارح. انت بس كل اللي الاهلي محتاجه فرود يخلص قدام. بالنسبة للهجوم يعني انت محتاج فرود ينهي لك الهجمات بشكل صحيح. يعني جراديشار امبارح الكرة اللي هي اتحسبت اوف سايد دي، اللي هو اتعملت له عرضية من شرقي، انا ما اعرفش هو ضيعها ازاي بعيد عن ان هي اوف سايد. انا ما اعرفش هو شاطها ازاي يعني هو شاطها يعني شاطها لبره مش في الشبكة. انت محتاج فرود. جراديشار مش فرود، ومحمد شريف لا يعتمد عليه. محمد شريف يعني نسي الكوره تقريبا في اسوأ حالاته. مستواه بعد جدا قوي قوي خالص. فحتى محمد شريف انا يعني مش مستني عودته. مش هو ده الفرود اللي يشيل النادي الاهلي. انت محتاج فرود قدام، يعني يكون ضمن التشكيله الاقوى اللي انت حاططها قدام. يعني ما يبقاش عندك زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وعبد القادر والشحات وتحتهم امام وبن رمضان. عندك تخمه وعندك كواليتي عالي قوي. اللي هيبوظ كل الكواليتي ده، واللي دايما مخلي اللي انا شايفه ان دايما مخلي ان اللعبه دي كلها كواليتي عالي بس مفيش انتاج، لان مفيش فيرود يترجم لعبهم. مفيش يعني فيرود يترجم لك كل اللي هم بيعملوه. هم بيعملوا كل حاجه عشان يوصلوك للجون، بس فين الفيرود بقى اللي يخلص قدام؟ مفيش. انت بتعتمد لسه على تريزيجيه، بتعتمد على زيزو ان هو يجيب لك اهداف. انت لو جيت تبص للاهداف هتلاقي كل اهدافك تريزيجيه وزيزو. انت محتاج فيرود بقى معاهم، يبقى هما يعني هما بيسندوا معاه، اما الفيرود هو الاساس. فاتمنى ان شاء الله يعني الماتش الجاي يكون احسن مع الزمالك. نقدر نخلص الماتش بدري بدري، نقدر نحرز هدف بدري، نحرج الزمالك بدري. عشان الزمالك لو انت جارتها الماتش الجاي في انك تروح معاها ضربات جزاء وتعادل، ممكن تخطفك في كوره زي ما انت بتتخطف. انت عندك دفاعك مش احسن حاجه، فوارد جدا الزمالك يخطفك في اي كوره لو انت ماشي معاه الماتش بتعادل 0-0. انا اتمنى كمان هو الاهلي يفرق واحد واتنين كمان صفر في ماتش الزمالك الجاي ان شاء الله. لان الزمالك عايز يجرك لضربات الجزاء، لان هو عارف ان هو اعلى منك فيها، واحنا مش دايما حلوين في ضربات الجزاء، مش موفقين فيها قوي، ما لناش حظ عالي قوي فيها. فبتمنى ان الاهلي ما يروحش لضربة الجزاء مع الزمالك. يعني اتمنى ده. وبرضك ما يسيبش نفسه ان هو تبقى النتيجه 0-0 هو الزمالك يخطفه في اي كوره، او النتيجه تبقى 1-0 يروح 1-1. انا بتمنى يعني بتمنى ان الاهلي يكون فايق اللعيبه تكون فايقه للكلام ده، لان احمد عبد الرؤوف عنده غيابات كتير قوي. وهو مدرب كويس يعني بالمناسبه هو مدرب عنده مش ما عندوش، هو عارف امكانيات اللعيبه اللي عنده وبيلعب على قدها زي ما عمل مع بيراميدز كده امبارح.
هو سحب بيراميدز لضربات الجزاء اللي هو عارف ان هو يقدر يخلص فيها، وان على الاقل هتبقى 50 50. وحتى لو خسر هو معلوش لوم، هو عمل اللي عليه في حدود امكانيات لعيبته، في حدود الكواليتي اللي معاه، في حدود الغيابات اللي عنده، في حدود ان هو لسه جاي فرقه جديد ما بقالوش ده تاني ماتش دي، وما كانش هو مدرب قبل كده، فيعني يا دوب هو لعب ماتش وكان مدير فني، وده تاني ماتش دي. ف اه طبعا هو حافظ الفريق ومتابع وكل ده، بس برضك مدير فني يعتبر جديد، ماسك الفرقه جديد، لسه شغال معاهم جديد. فعنده، لا عنده عارف يسحب بيراميدز لضربات الجزاء والتعادل، عشان عارف ان هو يعني دي امكانياته قدام فريق زي بيراميدز مليان تخمه من النجوم وكواليتي عالي من النجوم. فحاجه تتحسب له. فانا مش عاوز يعمل معايا كده كاهلي، يجي ماتش الاهلي يسحبني ضربات الجزاء، يسحبني للتعادل لاخر دقيقه، يخطفني في هدف بهجمه مرتده بسرحان من اللعيبه بعرضيه بضربه ثابته اتخطف منه، ما اعرفش ارجع، الماتش يتكهرب. فانا مش حابب ان انا السيناريو ده، السيناريو رخم قوي لاي مشجع اهلاوي، السيناريو بادين جدا، يتعبك وانت بتتفرج طول ما الماتش 0-0 انت تعبان قاعد قلقان، وحتى لو 1-0 انت بتبقى قاعد قلقان، بس مش زي 0-0 طبعا. اتمنى تروب يعني يبص بص على تغييراته، عندي علامات استفهام عليها شويه. برضك لسه مش مقتنع ان هو لسه بينزل طاهر في محمد عبد الله، انا بالنسبه لي افيد من طاهر. يعني لو انت عاوز تعمل تغييره حلوه، محمد عبد الله تغييره بتدي روح في الملعب، وعنده سرعات وعنده مهاره، بيروح واحد على واحد. عندك حمزه عبد الكريم، عندك اي ناشئ معاك فيرود ممكن، بس انا عارف ان ماتش الزمالك تقيل انك تجرب فيرود، يعني تجرب ناشئ فيه. بس برضك تغيير الطاهر، وان طاهر هو الفرود اللي عندك. انا بالنسبه لي كرامي بشوف ان هو بلعب ناقص واحد. ودينا كلنا شفنا امبارح عبد القادر وطاهر راحوا بكام انفراد، ولا حتى لو انتوا نادي ولو مديها لعيال صغيره، يعني بلاش عيال صغيره، لو اديتها الناشئين هيدخلها جول. انت عبد القادر امبارح برضك لسه عنده حته الانانيه والانا، وعاوز يبروز نفسه قوي. النتيجه مش 4-5 عشان تعمل اللي انت كنت بتعمله امبارح برضك عبد القادر. انا نفسي يشتغل جماعي، وفي نفس الوقت لما لعب لطاهر وطاهر معاه الكوره ما تحسش ان طاهر عنده ان هو هينهي لك الهجمه صح، ان هو هيجيب جول، مش حاسسها. دايما حتى الكوره لما بتروح لطاهر مش حاسس ان في حاجه جايه، مفيش هدف جاي. طاهر بعيد قوي. طاهر يعني مستواه في النازل، في النازل قوي، مفيش يعني اي حاجه تدي لك امل ان هو جاي، ان هو راجع. آه، اتمنى من يعني من المدرب ان هو يعني يعيد حساباته في التغييرات، بالاخص انك مهما كان مش ده الوقت اللي تسحب فيه تريزيجيه وبن شرقي مع بعض وبعديهم زيزو. ما هتلعب بمين؟ اللعيبه دي مش كبيره، اللعيبه دي تكمل الماتش وال90 دقيقه عادي، و100 دقيقه عادي خالص. يعني انت لو ما عندكش تغييره حلوه بره او تغييره كويسه هتغير من مباراه اللعب وهتديك يعني افضليه، فلا، خلي اللعيبه زي ما هي في الملعب، مش لازم تغير. يعني انا من مبدأنا ادام ما عنديش اللي يعمل لي الفرق بره مش لازم اغير بقى، نخلي الماتش ماشي زي ما هو. على الاقل تريزيجيه عنده سرعات، زيزو عنده سرعات، الهجمات اللي جت لعب قادر وطاهر في اخر الماتش دي، لو تريزيجيه وزيزو اللي موجودين في الملعب هي يعني هتبقى يعني الفينشنج بتاعهم احسن بكتير. ف مش عاوزين بس المحظور اللي هو نخسر من الزمالك ونرجع نعيد حساباتنا ونشكك في المدرب والمدير الفني واللعيبه ونخش في دوامه شكوك. اتمنى ان شاء الله الفوز للاهلي الماتش الجاي، واتمنى لقاء يليق بالاهلي والزمالك بعيدا عن اي اساءات بقى من الجماهير، وبعيدا عن اللي بيحصل. انا كاهلاوي اتمنى فرقتي اللي تكسب، اتمنى الاهلي يفوز، وكل واحد يشجع فرقته بدون اساءه للاخرين يعني. اخواتي وحبايبي، اشوفكم ان شاء الله بعد ماتش الاهلي والزمالك في السوبر، وان شاء الله اهلاوي. السلام عليكم.